أنا أستاذ مثنى مدرس الرياضيات أحد أساتذة معهد آفاق. معكم الأستاذ عمر خطاب الجميلي مدرس مادة الفيزياء في معهد آفاق التعليمي. وياكم مدرس اللغة الإنجليزية أستاذ عبد الله الزمكات مدرس في معهد آفاق التعليمي اللي منضم حديثا إلى منصة بصمة أكاديمي. أنا بكالوريوس علوم رياضيات وماجستير علوم حاسبات، صار لي 16 سنة بمجال التدريس، وأدرس صف السادس العلمي وصف الثالث متوسط، ومفتكر لهم طرق جديدة نقدر من خلالها نوصل المعلومة للطالب بأقصر طريقة وأقصر وقت. شنو أكبر خطأ يسوي الطالب بهاي المرحلة ويخليه يتعب ويتوتر؟ عدم وضع خطة مسبقة لجدولة المادة العلمية بحيث يضمن الطالب أنه يوصل للامتحانات الوزارية وهو مسيطر على المادة. بالنسبة للغة الإنجليزية معظم الطلاب يتهاونون أو يتغافلون عن الشورت ستوري، هذه 10 درجات مضمونة بالوزاري بسبب قلة الأسئلة اللي تخص الشورت ستوري، فاللي أرجو من الطلاب يركزون على الشورت ستوري حتى نضمن هاي 10 درجات. طبعا الهالة الإعلامية اللي يتعرضها الطالب قبل لا يدخل هذه المرحلة تسبب له توتر وضغط عالي، أيضا بالإضافة إلى أنه ممكن يكون إهماله للواجبات اليومية وعدم الفهم الحقيقي للمادة والقراءة السطحية للمواضيع وعدم حفظه للقوانين. هذه كلها راح تسبب تراكمات للمادة يقع بها الطالب بهذا المرحلة، وفيما بعد راح تسبب له مشاكل بسبب ضيق الوقت اللي راح يعاني في، مستحيل يقدر يرجع يقرأ هذا المادة من جديد وجديد، فإنه يتابع بشكل يومي ويحفظ القوانين من البداية بحيث بالأخير إنه راح يكون مسيطر على المادة بشكل ممتاز. أغلب الطلاب اليوم جاي يقولون شيء واحد: المواد صعبة، الوقت يمشي بسرعة وما نعرف منين نبدي. بس إحنا اليوم ويانا 3 أساتذة كل واحد عنده طريقة الخاصة حتى يبسط المادة ويوصلها بأقصر طريقة للنجاح. كل واحد منكم اليوم معروف بأسلوبه، بس أريد من كل أستاذ جملة واحدة يقول لنا شنو الشيء اللي يميز أسلوبك ويخلي طلابك يحبون المادة اللي تدرسها. نبدأ ويا أستاذ مثنى وبعدين نكمل ويا الباقين. الرياضيات هو فن إيجاد الناتج بأكثر من طريقة، والأسلوب اللي أستخدمه ويا طلابي هو تبسيط المادة وتسلسل خطوات الحل وعمل خطة عمل يومية ومتابعة الطلاب بشكل يومي. كخبرة تدريسية من عام 2013 درس عديد من المدارس، طبعا اختصاصي صح فيزياء ولكن أدرس الفيزياء والرياضيات لجميع المراحل تقريبا. المميزة اللي يتميز بها طريقة تدريسي هي أول شيء أنه جعل المفاهيم بشكل واضحة وسلسة من الطلاب وربطها بالواقع اللي هم عايشينه حتى تكون أكثر فهم أكثر مما هي حفظ. من يفهمها الطالب أكثر مما يحفظها راح تكون عليه سهلة وسلسة بوقت المراجعة للامتحان. وكذلك أيضا قربي من الطلاب يجعل من حيث الدعم والحافز، وهاي كل الأمور تكون شيء أساسي وإيجابي في إيصال المعلومة بشكل سلس. أيضا خلق أجواء منافسة أثناء الدرس وجعل الطلاب يتفاعلون، برأيي هذه أهم ميزة يتميز لازم بها المدرس. إذا كان الطالب محصور بوقت قليل وعنده امتحان، شنو اللي ترشح له أسئلة كافية تخليه ينجح بالامتحان؟ لازم الطالب يركز على الأسئلة الوزارية المتكررة، ومو بس يركز على الأسئلة الوزارية، لازم يحفظ خطة الحل المسألة، لأن هاي خطة حل المسألة هي اللي راح تساعده إنه يحل السؤال حتى لو أجى بشكل مختلف أو بشكل إثرائي. أستاذ الطالب يريد يتابعك، وين راح يلقاك وين راح يلقى محاضراتك؟ موجود أنا بتطبيق منصة بصمة أكاديمي، يدخل إلها الطالب وبعدين يختار معهد آفاق التعليمي، يدخل للبروفايل مالي باسم عبد الله الزمكات أو اللغة الإنجليزية موجود مرفق وياه، يلقى كورساتي وحتى موجود وياها تيستات. التيستات طبعا تكون مجانية والكورسات طبعا اكو مجانية واكو اشتراك. إذا كان الطالب محصور بوقت قليل وعنده امتحان، شنو اللي ترشح له أسئلة كافية تخليه ينجح بالامتحان؟ ما نقدر نقول نرشح أسئلة، وإنما أقول للطالب يركز على أول 3 يونتات من المنهج، لأن أول 3 يونتات عليها 70 درجة بالوزاري. بالإضافة مثل ما ذكرنا قبل شوية أسئلة الشورت ستوري اللي هي قليلة، بالإضافة إلى أنه عليها 10 درجات، يعني إن شاء الله يحقق درجة مثالية بالامتحان. أستاذ شنو نصيحتك الأخيرة للطلاب؟ نصيحتي للطلاب هي إعداد خطة وتكرار المعلومة. No plan no work. أنتم كمعهد تدريسي من معهد آفاق جربتوا بصمة كمنصة تعليمية، شنو أكثر شيء فاتكم؟ وهل شفتوا فرق فعلا بطريقة توصيل المحاضرات أو التعامل مع الطلاب؟ بالنسبة لمنصة بصمة طبعا من المنصات الممتازة من حيث دخولها سلس ومن ناحية الأمان وسهولة رفع المادة
كملفات أو كفيديوهات، وكذلك أيضا امتحانات الطلبة والكويزات اللي موجودة بها، وأنه ممنوع الغش، وكذلك سهولة تواصل الطلاب مع الأساتذة بالمنصة. كل هذه كانت إيجابية في سبيل التواصل والتفاعل مع الطلاب، وأظهرت نتائجها في العام الدراسي اللي مضى. سهلت علينا بصمة أكاديمي إدارة الطلاب وإدارة الأساتذة، وصار من السهولة أنه أضيف أي أستاذ ينضم للمعهد، وأي طالب يدخل على المنصة. أيضا نقدر ندير الامتحانات الشهرية والاختبارات اليومية، وأيضا نقدر ندز إشعارات للطلاب، نرسل إشعارات للطلاب بحيث يوصلهم أي فيديو ممكن ينزله الأستاذ أول بأول ويكون متابع إلى يوم بيوم. هلا تحكي يعني ما وخلق واركز على جعل الصف، لا اركز على جعل الدرس. اكتب الله انجليزي ترى لحد الان ما رتبت شيء ببالي. لا أنت ما شاء الله.